السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله وبعد غياب كده نازله لكم بوصفة حلوة قوي، من الوصفات بتاعة الشتاء اللي بتدفي وبتشبع، وكمان بتبقى اكلة موفرة. ان شاء الله يعني. بص، الاكلة دي بتبقى لذيذة جدا وعملتها كذا مرة وولادي حبوها قوي، ولما تجربوها ان شاء الله هتعتمدوها على طول. النهاردة هعمل معاكم الكبد والقوانص بطريقة جديدة وبإضافة جديدة. يعني هتعملي حلة بنص كيلو، هتعملي حلة. اولا هنا انا معايا الكبد والقوانص، طبعا غسلها كويس ونقعاها في ملح وليمون زي ما بعمل على طول، ومقطعاها بالشكل ده. نزلت الكبد ونزلت القوانص الاول، اسفه، عشان القوانص بتاخد سوا. نزلتها مع معلقتين سمنه كده في الطاسه بتاعتي. استمريت اقلب فيها بتاع 7 دقايق كده ل10 دقايق، وبعد كده نزلت عليها الكبد برضو قلبتها شويه. هنزل معاها بقى ايه؟ التوابل بتاعتي. معايا ملح وفلفل اسمر وكزبره وكمون ومعلقه من البابريكا وكمان ورقتين من ورق اللوري. اقلب بقى التوابل كده مع الكبد والقوانص. ده نص كيلو يا جماعه، ان شاء الله بقى هتملى عليه الحله، واكله موفره وحلوه قوي. بستمر برضو كده ايه، اسيبها يعني بتاع 10 دقايق الكبد والقوانص مع بعضها كده. والمعلقه بقى اللي انا حطيتها دي معلقه كبيره من الثوم المهروس دوت. يعني بيخلي الوصفه ريحه وطعم وبتبقى حلوه قوي. مش هستمر اقلب كتير عشان الثوم ما يتحرقش مني، يعني بتاع 5 دقايق بس كده. وبعد كده طبعا نزلت نص كيلو او زيادة عن نص بحاجة بسيطة كده طماطم. الوصفة دي بتحتاج طماطم كتيرة، يعني نص كيلو كبد وقوانص هتحطي له نص كيلو من الطماطم، ولو زودت كمان يبقى احلى. وده هنا كده فلفل احمر او اللي هو الفلفل الحار، عشان احنا بنحب الطعم الحراق يعني في الحاجة بيخليها حلوة قوي. فلو ما انتش عايزة تحطي له عندك شطة ممكن، لو مش عايزة تحطي، مش عايزة الطعم حراق ما تحطيش، يعني ممكن تستغنى عن الفلفل او عن الشطة. ومعايا بقى الفلفل الرومي مش هضيفه دلوقتي. بسيب بقى كل الحاجات دي كده، اضيف عليها نص كوباية من المية عشان تساعد معايا في تسوية الطماطم. واسيب بقى الطماطم كده لغاية ما تتسبك مع الكبد والقوانص. اهو شايفين كده الشكل اهو بتاعها، ما شاء الله لون بقى وكمان اتسبكت معايا وحلوة قوي. الاضافة بقى اللي هتكترها كده وهتوفر لك وهتشبع، دول 3 حبات من البطاطس او ما يعادل نص كيلو بطاطس. لو هتكتري البطاطس عن كده ممكن تزودي كمان الطماطم. يعني لو عايزة البطاطس كتيرة، عايزة كمية بقى تعملي يعني كمية برضو اكتر، هتزودي معاها الطماطم. ونراعي ان احنا يعني البطاطس بقطعها قطع صغيرة بالشكل ده كده، عشان انا عندي كده الكبد والقوانص مستوية. ضفت عليها كوباية كمان من المية، وهسيبها بقى لغاية ما تبدأ بقى البطاطس كده تبدأ داخلة على سوا. وكمان بضيف معاها الفلفل الرومي اللي انا مقطعاه، ده قرنين من الفلفل الرومي. وهسيبها بقى لغاية ما تستوي البطاطس. والبطاطس معايا كده اهي خلاص. معايا الكبد والقوانص استوت طبعا، والبطاطس استوت معاها وشاربة من الصلصة الجميلة دي. وانا مانيش عايزة الصلصة فيها تبقى ناشفة، عايزاها تبقى بالشكل ده كده. والله اكل يعني في الشتاء بتبقى حلوة قوي وبتدفي وكمان بتشبع وبتوفر. وزي ما انتم شايفين كده
قدمت معاها رز بشعرية، ومعايا كمان عيش طري بخبزه ده في الفرن. وممكن تقدمي معاها لو عندك بقى شوية مكرونة، ممكن لو هتعملي مكرونة بشوربة ماشي، هتاكليها بعيش طري ماشي والله، وما بتحتاجش كمان مخلل ولا اي مقبلات جنبيها، بتبقى حلوة قوي. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، اتمنى اشتراك في القناة ولايك، والقاكم بخير.